ما قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي. بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة وما قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي، كلاسيكو من كلاسيكيات الكرة المصرية. الزمالك والإسماعيلي مباراة على مدار التاريخ، مباراة كبيرة. الزمالك والإسماعيلي في القاهرة على استاد السلام، بسبب ان المفروض ان المباراة كانت على استاد القاهرة، ولكن لأعمال الصيانة المباراة تم نقلها إلى استاد السلام. مباراة في غاية الأهمية بالنسبة للزمالك، مباراة بعد هزيمة ثقيلة جدا من منافس مباشر ليك في البطولة وهو بيراميدز، الهزيمة بثلاثية نظيفة. الزمالك داخل المباراة وأصبح الفرق ما بينه وما بين بيراميدز والأهلي اللي هم المنافسين ليه، ما بين بيراميدز 4 نقاط وما بين الأهلي 3 نقاط. على أرض الواقع الموضوع مش بعيد وما بقاش مستحيل، بس المطلوب من اللعيبة إن هي تبقى رجالة يعني عارفين هم بيلعبوا لمين والاسم مين، وإن هم ما ينفعش لحد ما اروح نهاية الدور الأول بما فيه ماتش الأهلي ما خسرش نقطة. وفي أسوأ الحلول، رغم إن ده مش هيكون كويس لأن بيراميدز ساعتها ممكن يكون هيكسب كل ماتشاته، على الأقل أسوأ إن التقدير تكسب كله وتتعادل مع الأهلي. ساعتها هننتظر نتائج بيراميدز، بس إذا ما فاز بيراميدز بكل مبارياته وانت فزت بكل مبارياتك والاهلي فاز بكل مبارياته باستثناء التعادل، هتفضل الفرق ما بينك وبين الاهلي 3 بس، ما بين بيراميدز هيفرق عن الاهلي والزمالك شويه. فاتمنى ان لعيبه الزمالك تفهم المسؤوليه، وان احنا في تارجت من الدوري ده لا محاله، ان احنا لو مش هناخد الدوري، الكلام ده قلناه كتير، لو مش هناخد الدوري انا عايز اروح دوري الابطال السنه الجايه، مش بتاعتي ومعرفش ازاي. وان شاء الله مع التدعيمات اللي نتمنى ان هي شغاله، سواء الصفقتين اللي تم الاعلان عنهم احمد حسام وجهاد، ان شاء الله يكونوا اضافه للفريق، وبالاضافه للمحترفين اللي شغالين عليهم. الكلام منتشر على لعيبه كتيره جدا، فمش هنتكلم عليها الا لما الميركاتو يخلص خالص للزمالك ونعرف الصفقات رسمي كلها، ونطلع هنا نتكلم عن الميركاتو وعن اللعيبه كلها اللي الزمالك جابها. فالزمالك داخل المباراة صعبة جدا، مفيش رفاهية خسارة نقاط تاني، وده اللي لازم اللعيبة تفهمه. هتلاعب الإسماعيلي اللي جاي لك برضه من هزيمة من طلائع الجيش على أرض وسط جمهوره في استاد إسماعيلية. الإسماعيلي أنت هتلاعبه وهو في المركز ال11 من 11 مباراة معاه 12 نقطة، فاز في 3 وتعادل في 3 وخسر 5. الإسماعيلي عنده مشاكل، فريق يعاني من ان هو ما عندهوش خبرات كبيره في الاسكواد. اغلب فريق الاسماعيلي وتيم الاسماعيلي فريق شباب، هو مقبول جدا انا شايف اللي بيقدمه الاسماعيلي في الموسم ده بالاسكواد بتاعه، فدي لازم تتحط في الاعتبار. فريق جاي لك من هزيمه، مش كل فريق محتاج يفوق. طبعا الزمالك يفوقه مع الاحترام الكامل للاسماعيلي والانديه الجماهيريه كلها، بس مش كل فريق. يعني مودرن سبورت ما كسبش حد خالص في الدوري غيرنا. هزيمه بيراميدز تبقى مقبوله بعيدا عن الرقم 3، بس لما تتغلب او تتعادل مع بيراميدز او الاهلي المنافسين ليك بتكون مقبوله في منافسه الدوري، رغم ان هي دي الماتشات اللي تبين انك بطل. بس اقبلها انك تتغلب من المنافس، تتعادل مع المنافس بتمشي، انما مش هتغلب من المودرن واتغلب من اسماعيلي واتعادل مع الجيش واقعد اضيع في نقط قدام فرق ما ينفعش تضيع معاها نقطه. فالاسماعيلي زي ما قلت لك اتغلب 5 مباريات، فريق مسجل 9 اهداف ومستقبل 9 اهداف.
عنده مشاكل دفاعيه كتيره. فريق مستقبل 9 اهداف، الا انه فريق خطر جدا في التحولات والانطلاقات والحريه اللي عند الجزء الامامي، سواء مروان حمدي وإيريك ونادر فرج وخالد النبريسي. لعيبه خطره جدا، بيتحركوا بيجروا بعشوائيه كتير. وفي نفس الوقت لو الكوره، لو الاسماعيلي لو طلع بالكوره عليهم هيضربك في المساحات اللي هو اصلا انت المفروض بتبقى ضاغط كتيم الزمالك، هتبقى نازل ضاغط، فهم بيبقوا خطر جدا في المساحات. فلازم لعيبه الزمالك تبقى فاهمه الكلام ده ومركزين كويس قوي في كل تفصيله جوه ال 90 دقيقه. لا محاله لازم اكون مركز بشكل كبير جدا جوه ال 90 دقيقه. انا عايز الثلاث نقط واقفل الصفحه واخش على الثلاث نقط اللي بعدهم واقفل الصفحه. معاك عدد مباريات صعب جدا الفتره الاخيره وكلهم مهمين جدا، في وسطهم النادي الاهلي المنافس المباشر ليك اللي عمل تدعيمات ولا زال بيدور على لعيب اجنبي يعمل تدعيمات تاني. انت لازم تبقى مستوعب كلعيبه العالم المحيط بيك في الدوري ايه وضعه ايه. فاتمنى ان اللعيبه تكون مركزه بشكل كبير في الفتره الجايه، واللي عرفناه ان مفيش مستحقات والكلام ده قلناه ما قبل مباراه بيراميدز، ان انتوا ما لكمش مستحقات تقريبا، الفلوس اتصرفت. ايه الداعي للامبالاه والبرود والهدوء والغلطات اللي بتحصل والحاجات اللي احنا بنشوفها دي؟ نفوق ونهتم شويه ونخلي عندنا حبه دم ورجوله ونخاف على قيمه التيشيرت الكبير التقيل قوي الكبير اللي وراه جماهير بالملايين عمرها ما اتخلت عنكم. الاسماعيلي بيلعب بطريقه 4-1 في الغالب وفي اغلب المباريات مع حمد ابراهيم. حمد ابراهيم اللي هو مساعد الراحل الف رحمه ونور عليه كابتن ايهاب جلال، فواخد نفس فلسفته بشكل كبير، بيحاول يلعب كوره ويطبق افكار ايهاب جلال بشكل مختلف شويه. فالاسماعيلي بيلعب 4-1 في اغلب الاحيان، وفي اوقات بيلعبها 3-5-3-2، يعني في اوقات بيقلب الخطه لما يكون عايز يدافع. فبرضه دي على حسب هو هيقرر يعمل ايه في الجيم قدام الزمالك، بس هو في الغالب هيلعب بنفس الطريقه بتاعته 4-1 الاسماعيلي زي ما قلت لك هيلعب كومباكت، هيلعب تحت الكوره في الغالب وعشان يلعب على التحولات. فانت خلي بالك ان الاسماعيلي هيلعب دفاع تحت الكوره وهيقفل مساحات الملعب وهيلعبك على التحولات بالاربعه اللي قلت لك عليهم، ايا كان الاربعه هيلعبوا او هيلعب بثلاثه منهم على حسب حمد ابراهيم هيروح لايه. بس هم خلي بالك في حاله ان لو الاربعه دول لعبوا هم خطر جدا في التحولات وهيكونوا مؤذيين جدا في التحولات. ولاعيبه على فكره الكره في رجلهم حلوه وكويسه، النبريسي كويس ومروان حمدي ده مهاجم كويس لعيب كويس جدا، إيريك سريع ومشاكس، عندك نادر فرج برضو لعيب كويس. فهم عن قدام لو ما خدتش بالك في التحولات هيضايقوك جدا. الاسماعيلي في اغلب الاحيان بيحاول يطلع بالكوره على الارض، انت هتبقى عامل ضغط عالي. لو ما عملتش ضغط عالي بشكل ممتاز واستخلصت الكوره منهم، الاسماعيلي خطر جدا لو عدى زي ما قلت لك، لان انت هتبقى ضاغط، ولو ما جبتش الكوره المساحات اللي هتتضرب ما بين من النبريسي ولا من نادر فرج ولا من مروان حمدي او إيريك واتيفر، اي ثلاثه يلعبوا او الاربعه ممكن يلعبوا، لان في اوقات بيلعب الاربعه، هيبقوا خطر جدا عليك في التحولات طالما طلعوا بالكوره. فهي سلاح ذو حدين معاك. الاسماعيلي اللي هيطلع بالكوره من على الارض يبقى انت بقى تطلع وتضغط تقطع الكوره وتستخلص، ما تسيبش الاسماعيلي يطلع عليك بالكوره. دي فكره الاسماعيلي وهو بيطلع بالكوره. طب الدفاع، الاسماعيلي بيلعب كومباكت في الاغلب الاوقات قدام الفرق الكبيره، هيحاول يقفل الجيم ويضيق المساحات طول وعرض، الا انه عنده مشكله كبيره جدا ناحيه الشمال اللي هي جبهه اليمين بتاعتنا، زيزو عمر جابر شحاته.
بما انه عنده مشكله في ناحيه الشمال، يبقى انت لازم تلعب مستر جروس بنفس الثلاثي وتضغط وتعمل كثافه في المنطقه دي زي ما بتعمل الجبهه اللي كنا بنعملها من كام ماتش، وبقالنا فتره 3 ماتشات تقريبا مودرن سبورت وانيمبا كان كويس. يمكن هو مودرن سبورت والماتش البيراميدز ما شفناش اي حاجه خالص بتحصل. فمحتاجين الجزئيه دي، طالما هم عندهم مشكله ناحيه الشمال، لعيب بيسرح كتير. يعني لو زيزو معاه وزيزو سحب ودخل مثلا العمق، اللعيب ده مش هيبص في ظهره مين، هيروح مع زيزو ويسيب المساحه اللي وراه فاضيه جدا. هنا عمر جابر او شحاته لازم يروحوا. ولو فكره ان في جروس بيعمل كثافه، يعني مثلا المهاجم بيبقى جوه وشلبي بيضم للعمق، ومثلا لعيب تاني لو ناصر ماهر مثلا لعب ودخل العمق عمل كثافه، ناصر ماهر مثلا لو ضم هو وعمل كثافه وخد عين المدافع اللي ناحيه الشمال والباك الشمال، هتبدا هو هيسرح مع ناصر ويسرح مع الكثافه، هنا تلاقيه بيخش للعمق ويسيب لك المساحه جنبه. فهو الاسماعيلي عنده مشكله في ناحيه الباك الشمال لازم تلعب عليها. واللعيب زي ما قلت لك مجرد ما شاف حد قدامه من المنافسين بيسرح معاه وينسى وراه ايه، او في مساحه ايه في ظهري فضيت. فانت لازم تشتغل عليها. اتمنى ان مستر جروس يشتغل على الجزئيه دي، لان هي نقطه ضعف واضحه جدا في الاسماعيلي. عندي سؤال مهم جدا محتاج اسال عليه مستر كريستيان جروس قبل ما نتكلم على التشكيل. دلوقتي حسام اشرف فين؟ حد عنده معلومه اين حسام اشرف من تشكيل وحتى لو بدلاء نادي الزمالك في المباريات؟ حسام اشرف لو تتذكر معايا صديقي العزيز الزملكاوي، اخر مباراه لعبها كان مبدع فيها جدا، وهي مباراه بلاك بولز الشهيره اللي جاب الجون اللي هو على الطاير لما شلبي حطها له، والجون الثاني يعني هو مسجل جونين منهم جون ممتاز. الغريب انيمبا الماتش اللي وراه ما لعبش حسام اشرف وما نزلش. الغريب مودرن سبورت الماتش اللي وراه حسام اشرف ما بداش وما نزلش. الغريب مباراه بيراميدز حسام اشرف ما بداش وما نزلش. حسام اشرف اخر حاجه لعبها بلاك بولز وحرس الحدود وشكرا، وكان كويس. يعني لعب بلاك بولز حرس الحدود والثلاث ماتشات اللي بعدهم قعد كان ماشي كويس. ليه حسام اشرف اختفى تماما بالمنظر ده؟ سؤال مش لاقي له اجابه. اتمنى ان حسام اشرف ياخد فرصه، لان الواحد بيشوفه في خط الهجوم صعب جدا. حسام كان متحرك وكان بيروح يطلع في ناحيه اليمين مع زيزو ويطلع ناحيه الشمال وبينزل يحرك اللعب ويعمل ربط للخطوط وبيبدا يشتغل وبيروح على الجون، بيحاول ياخد الكره ويسدد بشماله كويس وبيحاول يعدي ويسدد بيمينه. متحرك مشاكس خطر، بيحاول يعمل حاجه، عنده افكار، مش زي الجزيري اللي طول الوقت بيجري ويعمل مجهود بس على الفاضي. لا بيفكر يسدد كويس ولا بيلتحم في الهيدر كويس ولا مش عارف. سؤال محتاج اجابه، عاجز عن ان انا الاقي له اجابه. التشكيل غالبا ما فيش تشكيل متوقع مع كريستيان جروس، لان التشكيل غالبا ثابت. بس انا من وجهه نظري هقول تشكيل اتمنى انه يروح ليه. ده تشكيل تمني مش توقع، لان التوقع هيكون معروف. هم الناس. انا اتمنى يلعب الله اعلم عمر جابر جاهز ولا لا. لو جاهز يبقى عمر جابر، مش جاهز يروح لاحمد محمود. للاسف الونش اللي نركز ونش عشان مش مسامحك نهائي عن كارثه مباراه بيراميدز. الونش حسام عبد المجيد بنتايج، دونجا، شحاته، ناصر ماهر، شلبي، زيزو، حسام اشرف. ده بالنسبه لي انسب تشكيل. وناصر ماهر لان في احتماليه عبد الله السعيد، واذا عبد الله السعيد ربنا اراد انه يبقى كويس ويقدر يلعب المباراه، فاوريدي عبد الله السعيد هيلعب لا جدال على ذلك، لان عبد الله السعيد هو اهم لعيب في سكواد الزمالك. فاتمنى ان لو عبد الله موجود طبعا، يعني يا ريت يكون موجود، فهنروح لعبد الله بدون كلام. لو مش موجود لازم ناصر يبدا، عشان احنا محتاجين صانع العاب رقم 10 يكون كويس.
لعيب عنده فكره ان انا اقف على الكوره وابدا امول للفريق. زيزو في مركز 10، يعني ممكن جروسي يروح يقول لك لا عشان ناصر جاي من بعيد ما لعبش ناصر، ويقوم حاطط زيزو 10، ويقوم حاطط مثلا اي حد جناح وشلبي جناح. اتمنى ان جروسي ما يروحش لكده. سيب زيزو على الخط وسيب شلبي على الخط زي ما هم اجنحه، وانزل بناصر ماهر مركز 10، وحسام اشرف يبدا ياخد ويستغل المشاكل الدفاعيه اللي موجوده في فريق الاسماعيلي، ويبدا يسدد كتير، لان الاسماعيلي زي ما قلت لك هيبقى كومباكت، محتاج لعيب الكره في رجله، يعني بيعرف المسافات دي. شفت انت الجون اللي حسام جابه في ماتش بيطلع الجيش مثلا، بياخد فينت ويودي، فانت هتحتاج حد في المساحات دي ياخد ويخطف. فاتمنى ان يروح للتشكيل ده تمني. مع ان كريستيان جروس عنيد، الله اعلم هيعمل ايه، فخلينا نشوف وننتظر الاجابه اللي كريستيان جروس هيجاوبها بخصوص التشكيل المباراه. اتمنى ان الزمالك يبدا يشتغل شويه في النقطه الهجوميه. الزمالك مؤخرا عنده مشاكل في فكره خلق الفرص. مباراه الجونه رغم ان كسبناه الزمالك ما كانش عنده خلق فرص كتير. مباراه بيراميدز ما فيش خلق فرص رغم ان قدمنا مباراه تكتيكيه ممتازه لولا خطا الونش. فاتمنى ان كريستيان جروس يبدا زي ما قبل مباراه الجونه، او ما قبل كده بساعه ماتش نيمبا وبلاك بولز والمباراه والاتحاد والزمالك، عمل كام ماتش كويس جدا، خلق فرص كتير. اتمنى يكون في حركه بدون كوره وجبهات وتسديد وعرضيات، نبدا نشوف في شغل بيتعمل، لان حرام الوضع الفني اللي الزمالك شغال بيه، طالع نازل طالع نازل طالع نازل، مفيش حاجه رسم بياني مش مظبوط نهائي، مفيش خط ثابت ماشي عليه. اتمنى ان يكون الزمالك يقدم حاجه هجوميه. الزمالك على المستوى التنظيم والدفاعي الى حد ما بدا يتحسن كتير، لازلنا بنطالب ان المستوى الهجومي يكون افضل. هنتمنى ان الزمالك ومستر جروس يشتغل على النقطه الهجوميه وخلق الفرص والتحرك بدون كوره والتسديد على المرمى الايجابي والشغل الفعال على المرمى الخصوم، عشان تقدر تخلق فرص كتير وتبدا تكون ليك الاولويه انك تسدد. خلينا نستنى ان شاء الله المباراه ونشوف كريستيان جروس هيعمل ايه ولاعيبه الزمالك هتعمل ايه، واتمنى ان ما يكونش فيه خذلان جديد وخساره نقاط جديده عشان الموضوع ما بقاش مستحمل. ده كان كل اللي معانا بخصوص ما قبل مباراه الزمالك والاسماعيلي. نتقابل دايما على خير يا صديقي العزيز، واتمنى لو وصلت للمرحله دي وعجبك اللي احنا كنا بنتكلم فيه ما تنساش تشترك في القناه وتعمل سبسكرايب وتعمل لايك وكومنت وشير وتخلي صوتنا يوصل لكل الناس. كان معاكم اسلام دونجا من حلقه جديده من برنامج عطاير. سلام.